طول الوقت بنتكلم عن ان احنا مفتقدين المشروع في كرة القدم، ونبص على النموذج المغربي ونبص على النموذج السنغالي، على الرغم ان احنا محتاجين نبص على نموذج تاني خالص. احنا محتاجين نبص على نموذج منتخب مصر لكرة اليد. المنتخب ده مش وليد الصدفة. منتخب مصر لكرة اليد النهارده فاز ببطولة افريقيا الرابعة على التوالي، مش بس كده، وفاز في الماتش ال 25 في افريقيا دون هزيمة. منتخب مصر لكرة اليد حاليا بقى بيعامل بطولة افريقيا كانها معسكر تدريبي وتاهيلي، سواء لبطوله العالم لو بطوله العالم اللي جايه او للاولمبياد. هيمنه مطلقه نتيجه مشروع مش وليد النهارده، مش وليد سنه، مش وليد اتنين، ده مشروع وليد 15 سنه. مشروع عمله اتنين، حسن مصطفى وزوران. الناس دي قدرت تعمل هيكل اداري وهيكل كروي مرعب. ازاي يتحكموا في عقود اللعيبه، ازاي يتحكموا في الاحتراف، ازاي يعملوا قطاع كامل في كره اليد. مصر في كره اليد بقت بتاخد بطوله العالم للشباب، بتاخد بطوله العالم للناشئين. اسوأ مركزنا دلوقتي بقى المركز الثالث. اولمبياد بناخد رابع. بنزعل قوي ان احنا ما خدنا سادس المره اللي فاتت في بطوله العالم للكبار. في بطوله عالم جايه كمان كام شهر وهتبقى المنافسه فيها شديده. فحاليا احنا محتاجين ناخد النموذج ده. للي كان متابع، مصر كان عندها مشكله في اللي بيلعب في مركز الجناح اليمين، فابتدى يعمل معسكرات معينه واختيار للشباب بشكل معين، ويمنع لعيبه معينه من ان هي تمشي عشان يقدر يحل المشكله دي. في هيكل كبير قوي على فكره، والهيكل ده الدنيا ما كانتش ماشيه معاه وردي. يعني حصلت النفسنه الشخصيه وحصلت الخناقات واما حسن مصطفى مشي ومسك رئاسه الاتحاد الدولي، رئيس الاتحاد المصري في اوقات كتير كان بيبقى على خلاف مع حسن مصطفى عشان طول الوقت منسوب له هو المجد بتاع كره اليد، لدرجه ان هم ما بيقعدوش مع بعض في نفس المقصوره ويتهموه ان هو اتهامات كتير. على الرغم من كده فضل قوه حسن مصطفى، ومش رؤساء الاتحادات اللي كانوا بيحاولوا ينسبوا الفضل لنفسهم، ونجح مشروع حسن مصطفى لحد النهارده. احنا مش محتاجين اكتر من كده، محتاجين مشروع نفسه طويل. احنا خدنا 4 بطولات افريقيا لليد اخر 8 سنين، بس قبلها احنا ما خدناش فتره طويله، وكانت تونس المهيمنه. احنا ال4 بطولات دول خلونا اخيرا نتساوى مع تونس 10 بطولات ب10 بطولات. ماشي، وهنعديهم. اللي عارف اللي عارف ومتابع كره يد فاهم ان الجيل الحالي في مصر لسه صغير، لسه يلعب بطولتين تاني افريقيا. في جيل تاني جاي جديد. فمشروع كره اليد مشروع مستمر. مصر لسه في كاس العالم للشباب محققه انجاز كبير. فمستقبل كره اليد في مصر ما يتخافش عليه. في كل مركز في بديل واثنين وثلاثه، وما زال الامل بتاعنا ان احنا نقدر نحقق الاعجاز باول فريق افريقي ياخد بطوله العالم. مش هنبقى اول فريق عربي، لان قطر اعتقد خدت المركز الاول او الثاني. الاكيد ان قطر خدت الثاني قبل كده، بس هل خدت اول او لا الله اعلم. ساعه ما جابوا منتخب كامل من المجنسين ساعتها. بس حقيقي هيبقى انجاز رائع لو قدرنا نخطف بطوله عالم او مركز في الثلاثه الاوائل في الاولمبياد. المنتخب ده رائع. المنتخب ده مش هنقدر نقول ان احنا فرحانين ببطوله افريقيا، كلنا كنا عارفين قبل ما ندخل ان احنا واخدينها، ولو ما كناش خدناها دي كانت كارثه. لو بنتكلم ان احنا عايزين نعمل احتراف في كره القدم، انا احب اعدلكم بس ان مصر حاليا عندها 4 لعيبه محترفين في نادي فريز بريم المجري، في الدوري المجري في كره اليد، زي الدوري الاسباني في كره القدم. فانت عندك يحيى الدرع، وعندك احمد هشام دودو، وعندك علي زين، عندك احمد عادل. ال4 محترفين في فيس بريم، مع المدرب بتاع فيس بريم هو مدرب منتخب مصر. ومشروع المدرب الاجنبي ينفع في كره اليد الحمد لله. عندك يحيى خالد بيلعب في باريس سان جيرمان. عندك سيف الدرع بيلعب في برشلونه. عندك سند اللي مش موجود لانه كبر بيلعب لسه في نيم الفرنسي. عندك مهاب راح كيل. ففي جيل كامل، وفي ده بخلاف فيه كتير.
يعني فانت عندك منتخب كامل محترف، حتى حراس المرمى اللي هي كانت عقده مصر التاريخيه، حاليا عندك محمد علي بيلعب في سبورتنج، عندك الطيار بيلعب في هامبورغ، عندك كيل برضه بيلعب فيها كريم هنداوي رغم ان هو كبر. ان شاء الله السنه الجايه هيطلع حميد يحترف هو كمان. فمنتخب مصر منتخب متكامل. احنا محتاجين نبص على النموذج المصري بالنفس الطويل لكرة اليد اللي قدرت تعمله عشان تحقق ده. خلال النفس الطويل ده عملنا انجازات، عملنا رابع اولمبيات في جيل حسين زكي وحسن يسري، عملنا مع مروان رجب برضو بطولات عالم محترمة، بس المجد الحقيقي لكرة اليد بيتم دلوقتي. فهو ده اللي احنا محتاجينه واللي احنا محتاجين نركز عليه. عندنا نماذج موجودة، ومبروك طبعا لمنتخب مصر كرة اليد، المنتخب مشارك جدا. واتمنى ما تبقاش متابعتنا ليهم لحظيه، واتمنى ان ما نلاقيش ناس بتنتقدهم لو لا قدر الله حصل اي عدم تحقيق للانجاز المترقب في بطوله العالم، اللي هو نبقى ضمن الاول اربعه الكبار او ناخد بطوله العالم. بس خلينا معاهم، خلينا نتابعهم، خلينا نشجعهم، وخلينا نمشي ورا المشروع، لانه في الاخر هنجني ثمار وهنجني ثمار. شكرا لكم.